احمد السواعي ابن خالد الشهيد عبد القادر السواعي. عبد القادر السواعي استشهد في سجون بن علي، ثم بعد ذلك سجن ابنه عبد الحميد السواعي، والى احد الان ما زال يقبع في سجون النظام الحالي، ويدعي الغنوشي ويدعي الوزير الداخلية أن لا وجود للسجناء السياسيين. ما زال عبد الحميد السواعي يقبع في السجن، يقضي في مدة سجن 8 سنوات، عد منها 4 سنوات وما زالوا 4 سنوات. وإلى حد الآن توجهنا إلى كل المنظمات الإنسانية وإلى كل الهيئات الدولية وكل الجهات المدنية، ولكن عبد الحميد السواعي ما زال في السجن. نحن نطالب بإطلاق سراح عبد الحميد السواعي، فأمه ثكلة وأرملة، أمه في حالة سيئة جدا. الأب استشهد والابن في السجن. هذا نداء بكل الأحرار في الدنيا. إذا ثم تغيير حقيقي، إذا ثم تغيير حرية في تونس، اطلقوا سراح عبد الحميد ابن الشهيد عبد القادر السواعي. نداء إذا كان ثم حرية في هذه الوطن، إذا كان ثم حرية في هذه الأرض. هذا الشهيد عبد القادر السواعي الشهيد، وابنه ما زال في السجون. أمه تعاني من الحمى، أمه في حالة سيئة جدا. هذا لا بعيدا عن السياسة وبعيدا عن أي مناقصة وبعيدا عن أي اختيارات سياسية. هذا أبوه مات في السجن، عبد الحميد أبوه مات في السجن، وأمه تعاني وابنها ما زاد في السجن. أليس لا في هذا الوطن قلوب رحيمة؟ ألا يوجد في هذا الوطن قلوب رحيمة؟ أطلب الرحمة من أي تيار سياسي، من أي إنسان في الدنيا، من أي شخص في الدنيا. هذا مطعني. أبوه مات في السجن، أبوه مات في السجن، وهو ما زال في السجن. نطلب الحرية. عانينا من السجن، عانت من الجوع، وعانت من القهر، وعانت من الظلم، وما زال إلى حد الآن في السجن. هذا إلى التغيير. يا من تتحدثون عن الثورة، يا من تتحدثون عن التغيير، عار على هذه الدولة، عار على هذه الحرية. الحرية أين حرية؟ أي حرية؟ أي ثورة؟ لا تنصف الثوار ولا تنصف الأحرار. كما عانت أم عبد الحميد وأخوة عبد الحميد. أبوه مات في السجن، أبوه مات في السجن وحده. أبوه مات في السجن وهو ما زال في السجن. عبد القادر السواعي معروف في كل الناس. عبد الحميد السواعي صورة في كل مكان. من ولاية قبلي. معليش ابوه تابع حركة النهضة وابوه تابع بقانون الارهاب. فسر يعني هو ابوه مات في السجن تابع حركة النهضة. خليه يتكلم على روحه. خليه يتكلم حر. يتكلم على روحه. خليه يفرغ قلبه على روحه. من حركة النهضة. اي مات من حركة النهضة. ماليش نعمل في داعية ايضا للنهضة. خليه يتكلم. انا مش نعمل في داعية لله. انا اتكلم على حالة خاصة، على حالة انسانية، على ام متاكلة وارملة تعاني من ابشع معاناة، اشد المعاناة. ام اصبحت في حالة عقلية لا توصف. ابنها موجود هنا، اخوه موجود هنا، وانا رفع يافطة ايضا، وهذا ولد خالي. والله صبرك. كما عانت ام عبد الحميد واخوة عبد الحميد. ابوه مات في السجن، ابوه مات في السجن وحده. ابوه مات في السجن وهو ما زال في السجن. عبد القادر السواعي معروف في كل الناس. عبد الحميد السواعي صورة في كل مكان. من ولاية قبلي. معليش ابوه تابع حركة النهضة وابوه تابع بقانون الارهاب. فسر يعني هو ابوه مات في السجن
واضح واضح. خليه واضح، خليه يتكلم على روحه، خليه يتكلم حر، يتكلم على روحه، خليه يفرغ قلبه على روحه. من حركة النهضة، اي مات من حركة النهضة. مانيش نعمل في داعية ايضا للنهضة. خليه يتكلم. انا مش نعمل في داعية للنهضة. انا اتكلم على حالة خاصة، على حالة انسانية، على ام متأكلة وارملة تعاني من ابشع معاناة، اشد المعاناة. ام في اصبحت في حالة عقلية لا توصف. ابنها موجود هنا، اخوه موجود هنا، انا رفع يافطة ايضا، وهذا ولد خالي. الله يصبرك. انت راقد ولا راقد؟ ما ناس قاعده ما في العرض. لن اشعر بالحريه، ما زال عبد الحميد في السجن. لم نشعر بالحريه، لم نشعر بالثوره، لم نستطع طعم الثوره. طعم الثوره ما ذقناش وفهمنا، ما ذقناش طعم الثوره، ما حسناش بالثوره، ما حسناش بالثوره، ما حسناش بالحريه، ما حسناش بحتى حريه، ما حسناش بالثوره. سمعت خليت في الاعلام هذه الاسره ما حسناش بالثوره، ما حسناش بالحريه، ما حسناش بالثوره، ولا استطعمنا طعم الحريه. ولدنا ما زال في السجن، واخونا مات في السجن، ابوه تابع مات في السجن تابع حكم سياسي، وابوه ما زال تابع في السجن بحكم سياسي. مانيش نعمل في داعي الحركه، انا عايز كل الناس تعرف ان هو تابع حركه النهضه. صفحه تونس.